استقر مسؤول النادي الأهلي السعودي على رحيل المقدوني اليوسكي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويعمل نادي أهلي جدة حاليا على حسم صفقة لاعب وسط أجنبي جديد بتوصية من المدير الفني للفريق. وأفادت مصادر خاصة لذهب تي في بأن الأهلي قد استقر على رحيل الظهير الأيسر المقدوني اليوسكي، حيث كانت مواجهة الفريق أمام الخليج هي الأخيرة له بقميص الفريق الجداوي. وأوضحت المصادر أن النادي الأهلي يستعد للإعلان عن الاستغناء عن خدمات المقدوني اليوسكي خلال الساعات القادمة بناء على طلب المدير الفني للفريق. وذكرت المصادر أن مدرب الأهلي طلب من الإدارة استقطاب محور أجنبي بدلا من المقدوني اليوسكي. وعلى صعيد متصل كشفت مصادر مطلعة عن استقرار إدارة النادي الأهلي على اسمين للتعاقد مع أحدهما حال فشلت مساعي النادي لضم البولندي زيلينسكي لاعب نابولي الإيطالي. وبحسب ما ذكرته المصادر فقد بات الأرجنتيني رودريجو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني والتركي هاكان أوغلو لاعب انتر ميلان الإيطالي ضمن خيارات النادي الأهلي للتعاقد مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في حال عدم إتمام التعاقد مع البولندي زيلينسكي لاعب نابولي الإيطالي.